تسيبني في حالي، انا متضايقه دلوقتي. شوف انت رايح فين، يلا. اكتر موقف حرق دمي واتدخلت فورا. سيبوني في حالي، انا مش عايزه اتكلم مع حد. انا مش عايزه اتكلم. ساعديني يا بنتي وتاخدي مني واحده. لو سمحت سيبني في حالي، انا متضايقه دلوقتي. معلش يا بنتي، عندي طفل مسؤول عنه كده بس. شوف انت رايح فين، يلا. شوف انت رايح فين، يلا. ما استحملتش اشوف الموقف ده واتضايقت جدا من تصرفها، وكان لازم اتدخل بسرعه. حد يرمي النعمه هو كده. ايه ده؟ هو ايه اللي حد حصل؟ يرمي هو ايه النعمه ده؟ كده. انت مين انت كمان؟ اتكلم معايا كده ليه؟ لا انا شفت المنظر، صعب عليا. راجل كبير داخل بيقول لك ساعديني ولا اشتري لي حاجه، بترميها في وشي. انت مالك انت كمان؟ لو سمحت سيبوني في حالي، انا متضايقه. يعني ايه يعني قله الادب دي يعني؟ معلش. ليه بتعملي كده يعني؟ معلش بعد عني دلوقتي. راجل طب هو كبير. انا متضايقه ومخنوقه. معلش هسالك سؤال، ده لو كان شخصيه مهمه كنت هتعامليه بالطريقه دي؟ لا. ولا هو عشان غلبان ايوه عشان غلبان. تقومي تهنيه بقى وتقلي منه؟ بقول له بعد عني، متضايقه، بيرمي البسكوت عليا. يا عم الحاج ما تزعلش نفسك، انت قد الدنيا كلها وانا هاخد منك العلبه كلها، اشتريها منك كلها. كتر خيرك يا بس. ابني. ده بس كتر ايه خيرك حرمة يا ليك انت، ما تزعلش يا عم. كتر خيرك يا ابني. لعلمك انا عايز افهمك حاجه بس. اتفضل. هات كده المايك يا عم عجيب، عشان بص انت حرقتي دمي والله. كده يعني في اسلوب احسن من كده. بصي احنا كنا في برنامج وكل حاجه احنا بنصورها، في حد واقف قدام الكاميرا ايه قدام ده؟ انتوا بتصوروا؟ اقفلوا كده الكاميرا دي. لا ما انا بقول لك، اقفلوا الكاميرا دي، انا يا بنتي. مش عايزه اتصور. انت عارفه انت لو كنت اتعاملتي معاه بلطف وجبرتي بخاطره كنت هتكسبي 2000 جنيه دلوقتي حالا، والله العظيم 2000 جنيه كنت هتكسبيهم لو كنت اتعاملتي معاه باحترام وجبرتي بخاطره. طب معلش اقفل الكاميرا دي وعيد المشهد من الاول. نعم. وانت سمعت اللي قالته؟ انت طماعه كمان. لحظه واحده يعني عيد الفلوس. استنى لحظه اعيد المشهد من الاول. هتعملي ايه يعني؟ هكبر بخاطره واخد البسكوت اللي معاه. يعني هتمثلي ان انت بتجبري بخاطره وتاخدي البسكوت اللي معاه، لكن انت بالظبط. حقيقتك ان انت انسانه جشعه. الطيبه في النفس، جبر الخواطر في النفس، الحب العطاء في القلب، حب معلش العطاء يا عم انا في اسفه. القلب. الطمع اللي انت فيه ده ما ينفعش. يعني ايه اعيد عشان لقيت ان في فلوس هتاخديها؟ بصي انا اقول لك على حاجه، انا ما يشرفنيش اصلا ان انا اعرض صورتك معانا في الفيديو ده. تعالى يا عم عجيب، سيبك منها. رغم اللي هي عملته ما كانتش حاسه بذنب، ومرضتش تعترف بغلطها، واصرت تعاند، وكانت طمعانه في الفلوس ومش همها اي حاجه تانية. يا ترى ايه رايكم في التصرف اللي هي عملته؟ ولو حصل معاكم نفس الموقف ده هتتصرفوا مع الراجل ازاي؟ وهل اللي احنا عملناه معاها كان صح؟ ولو انتم مكاننا هتتصرفوا ازاي؟ يا ريت كلنا نتعلم من الموقف ده، واوعى في يوم من الايام تهين شخص مسن.